السلام عليكم، آدم اسمي. قديش نحن الشعب السوري شعب مكافح ومناضل. قديش نحن شعب محط اهتمام للكل، وانحشنت عليه حروب من جميع الدول. بس مو كمان حروب على الأرض، كمان حروب إعلام. الطبقة الإعلامية بشكل عام هي أوسخ من الطبقة الفنية، وقت تعرض ممكن مقاطع مخلة بالآداب. الإعلام أوسخ لأنه بيزرع الحقد، بيزرع الكره، وبيوصل رسالة كره وحقد لباقي الناس، إما يعبر عن حالته أو إما يفتح عيون الناس على شيء مو موجود أساساً. الشعب اللبناني أنا عاشرته بحكم قعدتي في ألمانيا من سنين طويلة. بنفس الوقت عاشرت اللبنانيين الموجودين بلبنان، شعب مثل السوريين بالضبط بينشرب مع المي العكرة. بس وين ما رحنا بأي مكان في العالم نشوف طبقة وسخة، طبقة ترفض إنه تطلع أو تنهض حالها من القاع، طبقة عايشة طول عمرها على الأرض، دونية. هاي الطبقة للأسف عم تمثل قدام كاميرات، عم توصل رسائل حقد وكراهية وبتشن حروب غير مباشرة أو مباشرة أوقات. الإعلاميين اللي عم يحاولوا يشوهوا صورة السوريين أو صورة أي شخص تاني، على ما اطلعوا على مشاكل بلدكم بالأول. رسالتي مو للشعب اللبناني، رسالتي للإعلاميين اللبنانيين. شنيتوا حرب على أحلام لأنه والله قالت إنه الزبالة معبية البلد. أنا ضد هذا الكلام وضد أحلام شخصيا. بتمسكوا بطريقة كوميدية رسالة حقد ورسالة لتقليل من قيمة الشعب السوري. يمكن ما حدا عم يفهم علي لحد هلا عن شو عم بقصد. رح اترككم هلا مع فيديو عم يفرجي الفرق بين البنت اللبنانية والبنت السورية بطريقة كوميدية، خلينا نقول جرح عرض بشكل غير مباشر. خلينا نشوف. عمو موسى، أنا كتير زعلانة يا عمو موسى، كتير. ليش يا جيسي؟ لأنه ابني ناجي تركك يا عمو؟ إيه يا عمو موسى، صارنا سنتين بنحب بعض، صارنا سنتين بنظهر مع بعض، فجأة بيجي بيقول لي جيسي أنا ما بقى بدي أظهر معك. ما تبكي يا حبيبتي، ناجي مغلوب على أمره، ناجي أنا بعطيه مصروفه، وبصراحة ظهراته معك عم تكلفني كتير يا عمو. أنا؟ أنت قلت له يتركني يا عمو موسى؟ ايه يا عمو، كل ما بده يظهرك ناجي بياخد مني $100، عم تظهروا 3 مرات بالجمعة، يعني ظهراته معك عم تكلفني أكثر من $1200 بالشهر، فما عدت قادر ادفع هالقد يا عمو. يعني ناجي تركني لأنه أنت طلبت منه؟ طب كيف قنعته؟ كيف قنعته؟ ناجي تعال بابا. خير بابا، بيش كيف؟ ناجي مين هودي؟ هيدي فواتن وهيدي ابتهال. شلونك يا أمورة؟ هلا انتي صاحبته الأولانية لناجي؟ شكلها مو بطال مو؟ عم يفرجوا بشكل أو بآخر إنه البنت اللبنانية بنت ما بتقبل بالقليل، والبنت السورية جاب 2 بدالها ولسه أقل منها وأرخص منها. البنت السورية ما في داعي أحكي عنها، البنت السورية بتحكي عن حالها، البنت السورية عيونها بتحكي عن حالها، مشيتها بتحكي عن حالها، أخلاقها وتربيتها. طبعا والبنت اللبنانية نفس الشيء بالضبط. البنت السورية ما بترضى بالقليل لأن طول عمرها بنت عز. حتى البنت اللي ما كان لها نصيب بحياتها أنها تاخذ شيء كثير، عزتها موجودة بكرامتها. طرحت هذا الموضوع على عدد من رفقاتي اللبنانيين لشوف شو رأيهم بهذا الفيديو اللي بشكل غير مباشر أساء للبنت السورية. هلا هذا الموضوع بيتعلق بالنسبة للسوريين. الفيديو ما بيمثلنا، ما بيمثل أي لبناني، ما بيمثل إلا شخصه. نحن كشعب لبناني شرف سوريا من شرف لبنان، وشرف لبنان من شرف سوريا. يا عيب الشوم، لهالدرجة وصلت الندالة والرخص وقلة الشرف. يا عمي روحوا على سوريا وشوفوا البنات وشوفوا الدكاترة، شوفوا المهندسين، شوفوا القضاة، شوفوا المحامية. جاية عم تجيبوا لي بنات مش ما بعرف منين جاية عم بيمثلوا على البنت السورية. شي بيقشعر البدن، شي بيخوف عن جد. وقت يقولوا لبنان صار مهزلة وعم يتمسخروا علينا على الزبالة، بيتمسخروا على السكتشات القرف اللي عم يعملوها بالأول تيصير بلد. بيحترموا حالكم الناس تحترمكم. يا عيب الشوم بس، يا عيب الشوم.
رسالتي هلا للاعلاميين اللبنانيين، قبل ما تفكروا شنو حرب على احلام، يا ريت اول شيء تطلعوا على حالكم، تناقضوا حالكم، تناقشوا افكاركم، ومره ثانيه تحاولوا شوي تنظفوا الناس اللي عم تطلع قدام الكاميرا، لانه عم تمثل شعب، وهذا الشعب اللبناني اكيد مو هو هيك ولا بيفكر بهالطريقه. انا بحترم الشعب اللبناني، بس الطبقه الوسخى ما بقدر اقول لكم انا ما بحترمكم، لاني انا ماني شايفكم. انا سوري، ابن سوريه، ورح ضل طول عمري رافع راسي. السلام عليكم.